السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم العيش البلدي السخن اللي فعلا طعمه حلو قوي والله العظيم، وطعمه رائع. يتاكل في الفطار، يتاكل في الغدا، نعمل بيه سندوتشات للمدارس. على فكرة حلوة قوي قوي والله العظيم. كله ده كده اقل من نص كيلو دقيق عمل لي كل العيش ده. تشوفوني انا امل بحب المطبخ، عملت قناه للطبخ والحلويات. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، والفيديوهات طبعا اللي انا عاملاها. وطبعا انا دلوقتي بعمل لكم سلسله اعملوها وما تشتروهاش، ان فعلا الحاجات ممكن احنا نعملها في البيت بطريقه حلوه ومش مكلفه وسهله، مش صعبه، ومش هتاخد مننا وقت ولا اي حاجه، بس الطعم هيبقى حلو. وفعلا الحاجة الاختراع، لان احنا طالما احنا بنخترع وبنبتكر وبنعمل. فدي طبعا دي اضافة لينا ويلا بينا على الطريقة ونشوف احنا هنعمل ايه. عندي 4 كوبايات دقيق كده، 4 كوبايات، عليهم نص معلقة ملح، عندي هنا نص كوباية مية، هضيف عليهم معلقة سكر، وباكو خميرة فورية. المية دافية، المية مش سخنة، المية دافية. وهقلب كده، وطبعا هنعمل الاختبار بتاع الخميرة. لو هي كويسة صالحة يعني هلاقيها فارت وقبت كده، لو هي بايظة هنلاقيها مش هتعمل كده. طبعا انها بتتفاعل مع السكر. نسيبها 5 دقايق اهي. بصوا الخميرة، لا ما شاء الله حلوة. بصوا فارت ازاي، يعني عملت فوم. بصوا المنظر. انا كده هحطها بقى على الدقيق والملح، يعني عملت فوم بصراحة. كده هي كويسة، مش بايظة يعني ولا حاجة. عندي هنا معلقتين زيت برضو هضيفهم كده، هقلب بس لغاية ما معجنهم بايدي. اللي عايز على فكرة استخدم العجان هيبقى اسهل له، وطبعا اللي ما فيش عجان هيعمل بالايد كده. بس انا عندي العجان، بس انا قلت اوريكم الطريقة السهلة. انا كده هبدأ ازود المية، دي مية دافية على فكرة. انا هقول لكم انا عملت ايه بسرعه. انا جبت 4 كوبايات دقيق، عليهم نص معلقه ملح، عليهم معلقه سكر، ونص كوبايه ميه دافيه، عليهم باكو خميره فوريه. وعشان اختبر الخميره حطيت معلقه السكر في الميه، وحطيت باكو الخميره، فضيت باكو الخميره، ولقيتها لما سبتها زي 10 دقايق كده عملت فوم. ورحت منزلاها على الدقيق والملح، وحطيت معلقتين كبار زيت نباتي. طبعا لازم نعجنها حلوه قوي عشان تطلع بالطريقه دي. اكد عليكم انها لازم تتعجن 10 دقايق. بصوا العجينه، بصوا العجينه هشه وحلوه ازاي. بصوا انا هنا جايبت زيت وفردته عشان اقطع قطع العيش. طبعا احنا هيبقى عايزين يعني نقطعها حتت زي قد بعض، ولا كبيره ولا صغيره، نشوف على قد ايه ونقطعها. ولو في ميزان افضل ان احنا نوزن، ممكن لو مفيش ميزان نعمل بايدينا عادي يعني. يا بصوا قطعتهم صغير كده بالحجم ده كده، وخليه طبعا فتحه على تحت. واجيب الزيت واحط فيها كده كلها. بصوا نص كيلو دقيق
عامله معايا قد ايه، وهسيبه شويه لما يتخمر ونشوف هنكمل الباقي ازاي. انا هنا هفرد، هجيب شويه دقيق ورشهم كده، واجيب قطعه من العجينه اللي انا عملتها كوره. برضو هجيب، انا سبتها على فكره ساعه. انا برضو عشان اقول لكم انا نسيت بصراحه ان انا اسيبها، يعني انا عجنتها ونسيت اسيبها اسيبها تخمر ساعه. فانا رحت مقطعاها وسبتها ساعه بقى ايه وانا مقطعاها كده، عشان ايه تبقى خمراني احسن. كده بالثوم كده كده، بلاش نفرده ولا تخين ولا رفيع، يعني كده الحلو كده بالطريقه. حاجه ان احنا نفردها بالطريقه، بصوا كده بالطريقه دي كده بالشكل ده. انا جبت هنا صينيه او اي طاسه او اي حاجه وسخنتها حلو قوي، جبت شويه زيت عملتها بالفرشه، وهحط دلوقتي كده العيش بالمنظر ده، وهسيبه شويه. بصوا بيطلع فقاقيع ازاي، وريحته والله حلوه جدا، ريحته اكن في الفرن، اكن ريحه العيش في الفرن. بصوا بيطلع فقاقيع ازاي، بصوا. طبعا احنا لما هنشيله، يا اما نحطه في كيس، يا اما نحطه في علبه العيش، يا اما نحطه في فوط، يعني على فوطه ونغطيه حلو قوي. منظر، بصوا المنظر. ونسيبه ياخد سوايه، عشان النار على فكره النار متوسطه، النار مش عاليه، يعني انا عليتها لغايه ما الصينيه سخنت، وفي الاخر رحت موطيه عليها بنار متوسطه عشان العيش ما يتحرقش. بصوا بيتنفخ ازاي، بصوا. نفضل نقلب فيه كده من الجنب ده والجنب ده لغايه ما يستوي خالص، عشان ما يبقاش عجينه، ما يبقاش لسه ني يعني. بكرر العمليه تاني، حطيت العيش، حطيت الرغيف تاني. اهم حاجه ان احنا نغطي اللي بيطلع عشان ما ينشفش. بصوا بيتنفخ ازاي، بصوا بيتنفخ ازاي. هنجيب العجينه ونعملها كده على تحت، اهم حاجه ان نلفها على تحت كده. هنجيب الدقيق ونرش كده، وشويه دقيق برده من فوق، ونفردها كده. بصوا على فكره برضو في حاجه تانية، احنا ممكن لو عايزينه بدقيق اسمر، انا كنت بعمله بس بصراحه ما عنديش دقيق اللي هو الحبه الكامله، فانا دلوقتي عاملاه بالدقيق الابيض بس اللي هو موجود عندي. لكن احنا ممكن نعمل بدقيق اسمر، لو عايزين نعمله كله بدقيق اسمر اللي هو الحبه الكامله. هنعمل كله دقيق بالحبه الكامله الاربع كوبايات. لو عايزين نعمل نص ونص، هنعمل كوبايتين الحبه الكامله وكوبايتين دقيق ابيض. ولما نيجي نفرده، بدل ما نفرد الدقيق الابيض، هنفرد بدقيق اسمر، هنحط رشه دقيق اسمر اللي هو دقيق الحبه الكامله، ونروح فردينه عادي. واللي عايز طبعا يعملوا كده زي بالدقيق الابيض، هيعملوا زي ما انا عاملاه كده، على حسب المتاح والموجود. والله طعمه حلو قوي طبعا. انا عيالي اكلوا منه دلوقتي، بيقولوا لي يا ماما حلو قوي، يعني احلى كمان من العيش السوري. بصوا بيتنفخ ازاي، بصوا منفوخ ازاي. على فكرة برضو لو عايزين نكبر العجينة، نكبر الرغيف، هنكبر العجينة شوية. لو احنا عايزين نصغر، نعمله زي اللي هو سندوتشات الفول والفلافل، هنصغر، نفضل نقلب فيه كده عشان يستوي من كل حتة. كوبايات دقيق عملوا قد ايه، بصوا قد ايه عيش، بصوا المنظر، بصوا حلو ازاي، بصوا بيتفتح ازاي، بصوا قلبه مفيهوش لبابه ولا اي حاجه، وطري جدا جدا، بصوا طري جدا.
ويتعمل سندوتشات، يتحشى بيه، يتغمس بيه. لا حلو قوي. وعلى فكرة يعني احنا يعني اتاكل منه كتير. يعني لو كان متبقى كان هيتبقى، يعني هيبقى كمية حلوة، كمية، مع انه ما شاء الله برضو كمية كتير. آه، وطعمه حلو قوي والله، طعمه خطير. ويا ريت تجربوه، اتمنى ان فعلا انتوا تجربوه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. باي باي.